النيل بدايته في عجاله كده. بقول ليه في عجاله؟ احنا لما كنت شغال في مدينه تدريسي حضارات كان نهر النيل ده بياخد شهاده سنويه سنه كامله. يعني نقعد سنه كامله على نهر النيل. استحاله في سنه كامله ان انا هقول لك المعلومات كلها في دردشه اللي جاي، استحاله. لكن لو بعد كده حبيتوا اي سؤال تحت امرك. البدايه نهر كاجيرا. نهر كاجيرا ده بيغذي بحيره فيكتوريا. بيخرج من فيكتوريا نيل بنسميه نيل فيكتوريا، ومجموعه من الروافد سواء الزراف او الغزال او الجبل او العرب اللي بيغذوا النيل الابيض. والنيل الابيض بيلتقي بالصباط والازرق، صباط جنوبه والازرق جاي من الحبشه او من اثيوبيا. ونتوقف هنا. النيل الابيض زمان لما كنا تلامذه كنا نسميه النيل الكسلان او البحر الكسلان. ليه؟ لان الجيران بتاعه يكاد يكون مفيش، لان مفيش انحدار في ارض النيل الابيض. بعكس النيل السباط وبعكس النيل الازرق الجيران بتاعهم بيتدفق بسرعه كبيره جدا جدا. وفقا لانحدار الارض، حتى ان النيل الابيض بيصوروه كسياحه، ان يجيبوا مثلا مراكب ويحطوا على الشط بتاع النيل صواني يحطوا فيها حاجات بيشربوها وخمور والصينيه لا تهتز تشبيها بالبحر الميت. يعني الاهتزاز في نهر في النيل الابيض مفيش، ضعيف، لا شيء نسك. اذا النيل الازرق والنيل الصباط هم اللي بيغذوا النيل. يجب يلتقوا عند السودان ثم تبدا الرحله حتى مصر، حتى يتفرع فرعين الى فرع دمياط وفرع الرشيد. فرع الرشيد طوله 239 كيلو وفرع دمياط 245 كيلو حسب ارجح الاراء.